لطالما شغل تفكير رشيد موضوع التأمين الاجتماعي، فهو يزاول نشاط بيع الخضر منذ أكثر من 20 سنة في السوق الموازي دون أن يكون له أي انخراط في التغطية الاجتماعية، وضعية جعلته اليوم يرحب بإجراء الحكومة الجديد الذي يمنح التجار الفوضويين إمكانية تأمين أنفسهم كباقي العمال النظاميين. انا مرضوا لي الدراري نديهم داويهم من جيبي وش بيك، انا كون ما نخدمش نهار ولا سمانه ما كاش اللي يجي يمد لي يقول لي هاك باش تشري الدواء ولا الخبز للدراري. انا ملي خلط عندي بالك واحد 25 سنه ونخدم في الخضره، ما عنديش لاسيونس 25 سنه على ماشي ديمي روترات مليحه كاع هنا ودير لهم العفسه هذه ولا غير كاع يخدموها. ايه نخلصها علاه ملي بديت نخلصها، وشنو يديروا لي كارني مش نخلص، ما عنديش انا باش نخلصها ديريكت. قصة رشيد عينة عن الكثيرين من الناشطين في الأسواق الموازية، فعدم امتلاك غالبيتهم للسجلات التجارية والمحلات يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من مزايا الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، فلا تغطية صحية ولا منحة تقاعد. 216 ألف فري ريزونابل، ماشي حاجة اللي كبيرة ولا تعليمة هذه احنا نرحبوا بها، فهمت؟ تعليمة مليحة. احنا هذا ما نستناو، احنا عندنا 20 سنة ولا 25 سنة في الخدمة هذه بلا ما عندنا لا سونس لا كارت شيفا، ما عندنا والو. تجي نخدموا ما كاش باش نرمبورسو دواء، فهمت كيفاه؟ كون يقولوا لي شري العوام نخلصوهم بشوية، ماشي بروبليم. ايه هون احنا نسيو كيفاش نخلصوهم. نخلصوهم قديم ورايحة. غدوه كل واحد يحبسوا يديه ما عنده ما يستفاد من المارشي هذا خويا. عندنا مده وحنا نخدموا لهنايا مده بالك فايته 20 سنه وما مستفادين والو، ما عندنا لي راسيرونس ني كارت شيفا، ما عندنا حتى حاجه. احنا ماذا بينا الدوله كي دير لنا تورينا يعني بلاصه هكذا ونروحوا نخلصوا يريقلوا لنا كوارتنا، احنا ما عندنا حتى حاجه في المارشي هذا. إدماج التجار الفوضويين في الضمان الاجتماعي بعد سنوات من الغياب واستدراك ما فاتهم من أعوام قرار من شأنه أن يساهم في وضع نشاط هذه الفئة في إطار قانوني وشرعي يضمن لهم وضعية اجتماعية مريحة.